بصوا بقى يا رجاله، انا النهارده جاي اقول لك على نشره الاخبار بتاعه النقل الذكي في الايام اللي احنا فيها، وكمان جايب لك اقتراحات الناس بعد زياده البنزين والبرامج ما زودتش التسعيره، الناس بتقول ايه وبتقترح نعمل ايه والكلام ده كله. وجاي اجيب لك الحل من وجهه نظري اللي لو اتنفذ والله العظيم هيقلب الدنيا، بس هو عاوز ناس رجاله ويتنفذ صح. فانا بعد اذنك لو انت تتفرج على الفيديو ده وفاتح جنبيه البرنامج، اقفل البرنامج دلوقتي واسمع الكلمتين دول للاخر علشان كلمتين مهمين. الوضع الحالي الطلب قليل جدا، قليل بشكل مبالغ فيه، يعني ما تقريبا انا ما حضرتش ان الشغل يكون بالطريقه دي قبل كده. ولكن ده مش علشان ان العربيات كتير، لا، الكلام ده علشان الطلب قليل. حد يضحك عليك ويقول لك الشركات دي شبعوا كباتن ومش محتاجين حد والكلمتين دول، الناس دي طول الوقت بتسعى ان هي تسجل كباتن جديده، لان زي ما في كباتن جديده بتدخل في ناس كتير بتخرج. الموضوع عامل زي الشركات اللي هي بتاعت الكول سنتر، طول الوقت محتاجين ناس. ايه يا جدعان، ما انتوا رغم ان هم عندهم عدد يكفي الشغل اللي موجود، بس هم عارفين ان كل شهر ناس كتير بتزهق وبتمشي من كتر ما بتتشتم، فمحتاجين يدخلوا ناس جديده. نفس الفكره بالظبط في برامج النقل الذكي. فانا عايزك قبل ما تتكلم الاول تكون فاهم الدنيا ماشيه ازاي. طب علشان ما اطولش عليك، الناس دلوقتي اقتراحاتها ناس بتقول لك هنقفل كل برنامج يوم، يعني مثلا نقفل معرفش اوبر يوم وديدي يوم وكريم يوم والكلام ده كله. فطبعا ده مش هينفع، لان في ناس معاها البرنامج ده ومعاش البرنامج ده، فالاقتراح دوت فاشل وهيلخبط الدنيا ومش هينفع. الاقتراح التاني ناس بتقول لك نقفل 3 ايام. ما هو 3 ايام دي برضو صعبه. الناس في ناس مش هتقدر تعمل الكلام ده، في ناس عندها ايجار وعندها قسط وكلام من ده. فقصه ان احنا نقفل كذا يوم برضو ايه، ممكن الناس تزهق وتنزل فتبوظ الدنيا. جزء تاني بقى دول الجماعه اللي هم ايه، مجهول الهويه في جروبات الفيسبوك ديت. قله الشغل جننتهم وخلتهم مدمنين بيشربوا ميه مجاري واتجننوا، ينزلوا بقى بوستات ملهاش علاقه باللي بيحصل، او يعني ملهاش علاقه باللي احنا عاوزين نوصل له. يقول لك الجماعه بتوع الفيديوهات دول معرفش بيروحوا الشركات وبياخدوا كام كل شهر وبيعملوا ايه، بيتكلم كلام هو ما شافوش وما يعرفش عنه حاجه. هو كان قاعد مع خالته على المصطبه، قالت له تعالى يا موكوس شوف العيال اللي بتعمل فيديوهات ديت بتعمل ايه وبتاخد كام وبتروح فين وبتيجي منين وانت قاعد لي كده. فبيتجنن ويدخل على الجروبات يكتب بوستات وينزل صور بناس ويشهر ناس. الجماعه دول قليلين جدا يتعدوا على الصوابع، مش محتاجينهم اصلا معانا. احنا عايزين ناس رجاله وناس فاهمه. طب ايه يا سيدي الحل من وجهه نظرك؟ بص يا سيدي، صلى على النبي. انا عندي على صفحه الفيسبوك كام 73,000 وداخل في 74,000، غير اللي على 50,000 اللي على التيك توك، غير اللي على القناه. فالرقم ده كله مع زمايلي اللي بيعملوا فيديوهات، عندك محمد السيد ما شاء الله داخل في 150,000 واكرم 60,000. لو كل واحد نزل فيديو عنده يعرف الناس بيوم اجازه، احنا هناخد كلنا طبعا كل واحد فينا يعني اجازه كل اسبوع، بياخد لهم اجازه كل اسبوعين، بياخد لهم اجازه. احنا هناخد يوم اجازه، مش هنوقف ولا نعمل حاجه، ناخد كل يوم اجازه، بس هناخده كلنا مع بعض. انت متخيل مثلا ان انت نزلت فيديو مثلا شافه 50,000 واحد، ال 50,000 دول كل واحد فيهم دخل في جروب واتس ولا في جروب فيس ولا في اي جروب، الجروب ده يا سيدي فيه 100، وعرف الناس بان احنا ناخد اجازه في اليوم ده. هو مش يا عم ما تشهرش الفيديو علشان هي مش قصه لقطه، احنا عايزين كلنا يوصل لنا الموضوع ده. كل واحد نزل في الجروب ده قال يا جماعه هناخد يوم اجازه يوم كذا. الرقم لوحده والله العظيم مرعب. مش هقول لك بقى يعني من قبل ما ناخد اليوم ده، الرقم لوحده اللي هيوصل له المعلومه دي يرعب اي شركه. بس القصه كلها ان احنا عايزين ننسق كلنا مع بعض. انا اكلم زمايلي اللي بيعملوا محتوى والناس اللي هي في الجروبات برضو والناس اللي بتشوف الفيديو ده تكتب رايها في الفكره. يا جدعان انا معاك، انا شايف ان احنا نعملها كذا، طب شايفين ان احنا نعملها يوم مع بدايه ال الشهر الجديد، بيبقى الاسبوع ده بيكون في طلب شويه، بحيث ان الموضوع يكون مؤثر. نعملها في يوم في بدايه الاسبوع، لا في يوم في اخر الاسبوع. ده انا سايبه لكم انتوا اللي تدونوا رايكم فيه، وانا اقسم بالله اول واحد هلتزم بالاجازه دي. بس لازم يكون العدد كبير والعدد مؤثر. اي شركه اي محل اي مكان بيكون عنده عدد موظفين، ممكن يجيب منهم 2 3، وكده كده عامل حسابه ان في كل يوم مثلا جزء صغير بياخد اجازه. انما الجزء ده يبقى كبير يوصل لل 25% ولا 50%،
ولا الفيديو ده فعلا لو سمع اللي احنا هنعلن فيه عن اليوم الاجازه ده وصل للناس كلها، انت ممكن توصل ل 50% 75%. فده اللي مش هينفع الشغل يمشي بيه. فتخيل كده معايا الموضوع ده اللي هم سمعوا بيه والناس حسوا الناس كلها رجاله وتقف مع بعض في اليوم ده، اعتقد ان هم هيزودوا التسعيره على طول بعدها بيوم. هم ليه ما زودوش التسعيره المره دي؟ لان هم شايفين الدنيا ماشيه والطلب قليل والناس بتشتغل وخلاص. ما الصيف اول ما التسعيره زادت بعدها بيوم على طول كريم قالت لك ما اعرفش زودنا كام وديدي كام واوبر كام، على طول ما كملش الموضوع 3 4 ايام. ليه؟ عشان كان في شغل. انما هم شايفين الطلب قليل والدنيا ماشيه والعميل بيطلب بيلاقي عربيه، خلاص على كده اقول لك هنزود ليه؟ ما كده كده الدنيا شغاله. فانا مش طالب منك بس في الفيديو ده غير ان انت تقول لي رايك وتقول لي انا معاك ولا مش معاك، علشان بناء عليه هنكلم الناس وننسق معاهم ونظبط يوم كلنا ناخد فيه اجازه.